أرسنال وبرشلونة داخلين سباق مين يخطف نجم أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز، والرقم اللي انحط على الطاولة ممكن يخلي أي نادي يقول لحظة شلون؟ يا هلا والله، جهزوا القهوة لأن الليلة عندنا سالفة انتقالات كأنها فيلم أكشن. تخيل معي ناديين كبار، واحد في لندن وواحد في كتالونيا، وكلهم يطالعون نفس اللاعب وكأنها آخر قطعة في بازل البطولة. القصة تبدأ من لندن. أرسنال شايف إن جوليان ألفاريز هو القطعة اللي لو دخلت مكانها البريمير ليج يصير أقرب من أي وقت. مو بس لاعب، هذا زر تشغيل الهجوم، يسجل، يتحرك ويخرب خطط الخصم وهو يبتسم. بس هني يجيك برشلونة ويقول لحظة شوي، ترى احنا بعد نبيه. والموضوع عندهم واضح، ألفاريز ممكن يكون الحل طويل المدى، خليفة لليفاندوفسكي قدام، يعني مشروع سنين مو موسم وخلاص. والحين اسمع الزبدة، أتلتيكو مدريد حسب الكلام المتداول حاط سعر يتجاوز 150 مليون يورو، وممكن يوصل 200 مليون مع الإضافات. 200 مليون يعني مو صفقة، هذا مهر كروي رسمي، اللي يبي يتزوج اللاعب يدفع مقدم ومؤخر. وهني يطلع السؤال اللي يخليك تقول لا معقولة؟ منو بيضغط الزر ويدفع؟ لأن ألفاريز مو جاي يمشي على أطراف أصابعه، الرجل جايب أرقام تهد الحيل، 29 هدف في موسم الأول مع أتلتيكو، و11 هدف هذا الموسم. ومع هالأرقام تقول المفروض كؤوس، بس الخبر يقول ما حقق لقب كبير تحت سيميوني للحين. وهني تبدأ الحيرة، هل يكمل مشروع ولا يروح يدور منصة ألقاب؟ بس انتبه، الخبر يشير إن اللاعب يدرس كل الخيارات وما في شيء محسوم أو متقدم بشكل رسمي للحين، يعني باختصار الباب مفتوح، واللي يجي أول ويلعبها صح ممكن يخطفه. الحين السؤال الكبير، إذا أتلتيكو فعلاً يبي 150 إلى 200 مليون، منو بيجرب يدفعها؟ أرسنال عشان حلم البريمير ليج ولا برشلونة عشان مشروع الوريث؟ اكتبوا توقعاتكم بالتعليقات، وباكر إذا طلع أي تطور جديد في هالملف المجنون بنكون أول ناس نجيب السالفة بالتفاصيل، فلا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس.